النهاردة هنعمل الكنافة التحفة دي. شايفين؟ انا سميتها بصراحة الكنافة الملكية لانها فعلا حاجة كده ملهاش حل. بعد بقى ما خرجت وبردت تماما بدأنا نحط عليها الشربات، بدأنا نزينها بالشكل التحفة دي. حاجة رهيبة، كنافة بالمانجا بس ملكة كده في نفسها. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هدير، متنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ في الوصفة بتاعتنا. معانا نص كيلو من الكنافة مفرزراها، وهبتدي ان انا اكسرها كده بايدي زي ما بين عندكم في الفيديو. بعد كده ضفت عليهم معلقتين كبار من السكر البودرة وقلبتهم كويس جدا. كوباية من السمنة هنا اللي انا استعملتها كانت سمنة نباتي عادي، مش سمنة فلاحي، بس عايزة اقول لكم طلعت رهيبة. حتى لو السمنة النباتي اللي انتي حطيتيها على الكنافة نوع نضيف هتديكي نفس النتيجة واحلى. بدأت ان انا بقى ابسهم كده في بعض بحيث ان كل الكنافة اللي عندي تتشرب السمنة. جبت الصينية بتاعتي وكمان دهنتها سمنة بكمية كده حلوة، يعني ايه، ما تبقوش بخلة قوي لان الكنافة بتحب السمنة كتير. بدأت ان انا اعمل طبقة في الارضية، قسمت الكمية على صينيتين. عملت الارضية الاولى تخينة شوية، ما تخليهاش رفيعة علشان ما تتكسرش منك في الفرن، او ما تتكسرش وانتي بتقلبيها. هتدخل الفرن على درجة حرارة 200، واول ما تفصل كده من الجناب شغلت لها الشواية. هنا انا بعد ما طلعت قلبتها في الطبق بتاع التقديم. شايفين اللون فظيع، حاجة كده رهيبة. سبتها بقى تهدى تماما وبدأت ان انا اضيف الشربات بتاعها. شربات الكنافة بيكون بارد وتقيل، مش بيكون سخن علشان ما تعجنش. وكمان يفضل ان الشربات تضيفيه بعد الكنافة ما تهدى تماما. بعد كده جبت كريمة لباني، كوباية من الكريمة اللباني عليها كوباية من الحليب، ضربتهم كده كويس وبدأت اشكل الطبقة الاولى. حطيت في الطبقة الاولى كرز كده بيبقى معلب محطوط للتورتات والحشوات بتاعة التارت وكل شيء. مش حابة تضيفي الخطوة دي، ممكن تحشيها كلها مانجا اللي يريحك. الطبقة التانية هي خرجت وبنفس اللون الروعة، بس انا ما حبيتش ان انا اسقيها بالشربات. حبيت انها تكون الطبقة اللي تحت عشان ايه، ما يبقى سكرها كتير وتضايقك وانتي بتاكلي. طبعا انك تسقيها او ما تسقيهاش ده شيء يرجع لك. بعد ما زيناها بالكريمة اللباني، انا كنت مقطعة مانجا مفرزراها من مصر، كنت جايباها معايا وفرزرتها علشان اليوم الحلو ده. ودي كانت نهاية وصفتنا. طبعا انا كنت صايمة، ما كانش ينفع ان انا اقطعها او ان انا اكل منها حتى. جربوها وقولوا لي رايكم واكتبوا لي في الكومنتات، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.